من أحلى الحلويات اللي ممكن تعمليها في رمضان بلح الشام، بالذات لو مقرمش وجميل ومن جوه طري قوي والسكر بتاعه مظبوط وشكله يفتح النفس. عايزة أقولك إن الكمية دي كلها أنا عملتها بكوباية واحدة بس من الدقيق، وكمان لسه فيه كمان حوالي طبق صغير كده من كوباية واحدة بس دقيق، وطريقته سهلة جدا هتعجبك. إن شاء الله لو جربتيها هتعتمدي الطريقة دي على طول. انا امل سكرية وهعمل معاكم وصفات سهلة وبسيطة قوي وبامكانيات على قد الايد. استخدمت كوباية واحدة دقيق، ربع كوباية زيت، كوباية مية، معلقتين نشا كبار، معلقة سكر، فانيليا، وثلاث بيضات. تعالي اقولك بقى الطريقة بالظبط هنعمله ازاي. هجيب كسرولة صغيرة كده او حلة صغيرة وهحط فيها الكوباية المية وكوباية الزيت، ربع كوباية زيت، هحطهم على بعض وهحطهم على النار. الخطوة المهمة معانا قوي، اني هجهز الدقيق والنشا والسكر جنبي كده. المية تغلي بس، يعني ما تسيبهاش تغلي كتير علشان ما تتبخرش، هتغلي بس. اول ما تغلي معاكي، النقطة دي مهمة جدا، البلح الشام تحديدا خطواته يعني في غاية الأهمية. خطوة منها باظت منك البلح هيطلع مش حلو. وأهم خطوة في التسوية البلح الشام ما هو غير انك تعملي الخلطة بتاعته كويس وتسويه كويس. القرمشة او غير القرمشة بيعتمد على التسوية. مجرد ما المية غليت معانا نزلت عليها بالدقيق والنشا والسكر، قلبتهم على النار. واهم حاجة انك تدمجيهم في المية كويس قوي، مفيش حاجة تكلكع منك خالص، لان اللي كلكع هيفضل مكلكع زي ما هو. ادمجيهم كويس قوي على النار. اول ما تحسي ان هو كور وكله بقى واحد كده في الحلة، يبقى هو في الحالة دي خلاص استوى. انا مش مسرعة الفيديو في اللقطة دي مخصوص عشان تشوفوا خد قد ايه. هسيبه يبرد تماما. بعد ما يبرد هاخد بيضة 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 بيضة. الوصفة دي أنا بعملها يعني بقالي أكتر من 5 سنين، لأن ولادي كانوا بيحبوه جدا وكنت بعملها يعني على طول. بيضة وادمجه في الدقيق، واحط ذرة فانيليا. أنا هحتاج حوالي معلقة كبيرة فانيليا، فمع كل بيضة هحط فانيليا علشان أحس إن هو مفيش زفارة خالص. وهحط معلقة كبيرة خل. بيضة بيضة وهحط فيها ذرة فانيليا. اما البيضة تختفي تماما تحطي البيضة التانية. حذاري تحطي البيض والعجينة معاكي سخنة، لانها بتبقى سخنة نار هتخلي البيض يستوى وهيبقى زفر. هنستخدم اهم حاجة في بلح الشام القمع. انا كمان القمع ده مش احسن حاجة، القمع ده ضعيف والوش بتاعه الولاد يعني كسروه بما فيه الكفاية. فياريت يبقى قمع قوي من بتاع بلح الشام وتحطيه في كيس حلواني الأول. وما تبقيش يعني الضغطة بتاعته، يعني انتي وانتي بتحطيه في كيس الحلواني ما تخرجوهوش للآخر، خلي السن بسيط والكيس باين، لأن مع الضغط الكيس هيفك منك. زيت بارد تماما، مسخنش ولا حاجة، انا حطيته يدوبك على النار. شغلت النار وبدأت على طول ان انا انزل في الزيت. ايد بتنزل في القمع، مقص بعكه زيت وبقص بيه البلح معايا. كل مرة بحطه في الزيت. الزيت بارد تماما على نار هادية، يعني موطية النار والزيت بارد. طب انا حطيت الكمية دي بس علشان بينفش وبيكبر معاكي وبيقلب نفسه. انا سايبه مصوره لكم الفيديو بالتفصيل بالظبط اهو عشان تشوفوه هو بيقلب نفسه. لما بتكبر بتنفش وبتقلب نفسها، فما تحطيش كتير في الطاسه اللي هتحمريه فيها يعني، علشان لما يزيد يلاقي مكان ان هو يستوى كويس ويكبر وحجمه يتضاعف ما يلزقش في بعضه. لان هو لما بيستوى اهو هو كان تحت في قاع الطاسة.
اما يبدأ يستوى بيقوم رافع لفوق، اما يبدأ يرفع لفوق الناحية اللي تحت استوت بيقوم قالب نفسه، يعني هو بيقلب نفسه لوحده كده. وانا سايبه لكم برضو الفيديو بحيث ان انتوا تشوفوا الايه الطريقه بتاعته بالظبط وهو بيستوى، لان التكنيك فيه كله هي السوى، انه يطلع مقرمش من عدمه. هسويه بقى على نار هاديه لما ينفش ويقلب نفسه، يبقى هو كده خلاص ممكن تقلبيه عشان شكله ما يضيعش ولا يبقى الشكل بتاعه مبهدل. لا هو كده مسك نفسه، فممكن تقلبيه ايدك فيه وانتي بتقلبيه عشان يبقى كله لون واحد، ما يبقاش اللي فوق وتقلبي تحت والكلام ده. لا، ايدك فيه كده وهو بيتقلب زي المحلات، زي العربيات اللي هي بتبقى منورة وبتعمل بلح الشام. خطوة مهمة بقى جدا، في فاضي في الطاسة اهو، ما ينفعش اجيب زيادة واحط، لا لازم الزيت ده ما اعملش فيه تاني. هقولك بالظبط تعملي ايه، لازم يبرد تماما، وهقولك بالظبط انا عملت ايه دلوقتي. هقعد اقلب فيه كده لغاية ما لونه يبقى ذهبي، عشان يبقى كله يبقى لون واحد، ما يبقاش من فوق ذهبي ومن تحت ابيض. هو يعني ايه التكنيك بتاعه في التسوية. بقى مقرمش وزي الفل. الطاسة ركنتها على جنب، شلتها من على العين السخنة وسبتها تبرد تماما. حطيت ايدي في الزيت لقيته برد وايدي مستحملاه، بقوم عاملة نفس اللي عملته الاولاني بالمقص، وبعد كده بشغل النار هادية. لو حطيتي في زيت سخن عمره ما هينفخ معاكي، هياخد وضعه كده ويستوى على كده، من جوه هيبقى عجين وهيبقى رفيع جدا مش هيتنفخ. مادة الرفع فيه البيض، فمش هيتنفخ معاكي خالص. بيحتاج شربات تقيل، شربات بلح الشام تقيل تقيل جدا يعني، ما هوش خفيف خالص، لان انتي لو حطيتي شربات خفيف على حاجة عايزاها مقرمشة هتطرى معاكي خالص. يعني لو عايزة الكنافة طرية بتحط لها شربات خفيف، لكن الحاجات زي البقلاوة وبلح الشام والحاجات اللي احنا عايزينها اصلا تفضل مقرمشة لازم الشربات يكون بتاعها تقيل. يعني كوبايتين سكر، كوباية مية، عصرة ليمونة، عصرة فانيليا. كل سنة وانتم طيبين، مع السلامة.